في سنة 2015 كان في شخص متدين الكل بيحلف بأخلاقه، بيصلي كل الفروض في المسجد وبيصلح بين الناس وبيساعد المحتاجين. باختصار كان ملاك ماشي على الأرض. لكن الراجل ده في نفس الوقت كان دافن أقرب الناس ليه في شقته اللي هو عايش فيها. مراته وصديق عمره قتلهم ودفنهم على عمق مترين، وكان عايش حياته بشكل طبيعي بياكل وبيشرب فوق جثثهم. الغريب هنا بقى مش الجريمة في حد ذاتها، الغريب هنا ازاي عقلنا احنا كبشر ممكن يتخدع في أقرب الناس ليه، وليه أقرب الناس ليه ما كانوش شاكين فيه نهائي. الحكايه بدات في بولاق الدكرور. شاب اسمه قذافي فراج عبد العاطي من مواليد 1971، خريج كليه الحقوق بتقدير جيد، شاب هادي جدا وشغال في سوبر ماركت. اتجوز من بنت اسمها فاطمه زكريا وكان عايش معاها حياه طبيعيه جدا، وده لحد سنه 2014 لما قرر يغير مساره ويشتغل سمسار. هنا بقى بدات اللعبه. قذافي كلم اعز اصدقائه الباشمهندس رضا اللي كان بيشتغل في السعوديه، وقال له جمله واحده: انا وقعت على حته مجال بيكسب ذهب، حول لي فلوسك وانا هشغلها لك. في نفس الوقت الباشمهندس رضا المغترب كان بيدور على اي حاجه يستثمر فيها فلوسه اللي بيحوشها في الغربه. فرضا ومن غير ما يفكر مرتين حول مبالغ ضخمه جدا لقذافي تخطت في مجموعها 3 مليون جنيه، وده كان رقم ضخم جدا وقتها. وقذافي بقى علشان يثبت حسن نيته بالفعل اشترى شقه باسم الباشمهندس رضا وفتح مكتبه، وطلب من رضا يعمل له توكيل عام علشان يخلص كل الاجراءات دي. طبعا رضا ما اداش خوانا لصديق عمره، ده صاحب العمر طبعا وصديق الطفوله. بعد كده في المكتبه قذافي اتعرف على بنت اسمها نادين، والاثنين حبوا بعض وقذافي وعدها بالجواز. وبالفعل طلب يقابل والدها اللي كان بالمناسبه شغال مهندس بترول، لكن ما طلبش يقابله علشان يتقدم لنادين، لا ده راح يتقدم لاختها واللي كان اسمها برضه فاطمه، نفس اسم زوجته الاولى. وبالمناسبه فاطمه الثانيه ما كانتش تعرف ان في فاطمه ثانيه اولانيه على ذمته، ولا تعرف انه على علاقه باختها. والجوازه تمت، ونادين هددته بانها تفضحه وتحكي اللي بينهم. وساعتها قذافي رد عليها بهدوء وقال لها: لو عملت كده هتبقي بتفضحي نفسك وبتخربي بيت اختك. نادين بقى كان حلم حياتها تشتغل في التمثيل، فقذافي علشان يسكتها قال لها: انا اعرف منتج سوري هعرفك عليه واخليه يشغلك معاه. وبالفعل جاب شخص قعده مع اهلها واقنعهم ان هو هيسفرها معاه الاردن لمده 3 سنين تصور فيلم هناك، ولكن شرطه ان خلال ال3 سنين دول مش هينفع تنزل مصر ولا مره. اهلها وافقوا، وبالفعل نادين سافرت مع الشخص ده اللي يوم السفر عدى عليها بعربيته اخدها، وكان راكب معاه في العربيه بنتين تانيين ووراهم عربيه تانيه مليانه شباب، وقال لهم انهم هيتحركوا من القاهره لشرم الشيخ ومن شرم الشيخ للاردن. نادين ركبت العربيه وبصت لاهلها وهي مبتسمه ابتسامه بدايه تحقيق الحلم، وما كانتش تعرف ان هي بتودعهم للابد. وهنا لو سالنا نفسنا ازاي اهل نادين ناس متعلمين وبنتهم غاليه عليهم سابوها تسافر 3 سنين من غير ما تنزل مصر ولا مره، ومع منتج اول مره يسمعوا عنه، وابوها مهندس البترول اللي متعود في شغله على دقه الحسابات وتوقع المخاطر وتفاديها، ليه ما اخدش باله ولا حس بالخطر؟ الاجابه هنا مش انهم ما بيحبوش بنتهم ولا هم مهتمين بيها ولا خايفين عليها، الاجابه في حاجه بيسموها علماء النفس الاحتياج العاطفي. قذافي كان ذكي جدا، دخلهم من الباب اللي بيوجعهم اللي هو حلم بنتهم. ولما حلمك يبقى اكبر من قدراتك وتوقعاتك عقلك مش بينتبه لاي اشاره خطر. قذافي مش بس خدع نادين، ده خدع اهلها من خلال رغبتهم بانها تحقق حلمها ويشوفوها ناجحه ومشهوره. وده بقى فخ بيقع فيه كتير مننا لما بنلاقي حد يقدم لنا مفتاح لحلم كنا بنتمناه، ساعتها بننسى نسال هو ليه بيعمل معانا كده، وبنبدا نثق فيه بشكل اعمى. وده مش لانه صادق، لا، لاننا احنا محتاجين نصدقه. نسيبنا بقى من نادين دلوقتي لاننا هنرجع لها تاني بعد شويه، ونروح بقى لشخص تاني قذافي كان راسم له فخ مستحيل يطلع منه. في يونيو 2015 المهندس رضا اللي كان شغال في السعوديه اتصل بقذافي وصوته كان باين عليه الغضب، وقال له: بقالك سنه يا قذافي بتقول الفلوس بتشغلها ولحد الان ما شفتش اي نتيجه ولا في اي حاجه بتتحرك، انا عايز اشوف استثماراتي دي بنفسي. قذافي بقى رد عليه بكل هدوء وقال له: الصبر يا هندسه، كل اللي بتتمناه جاي. لكن رضا ما كانش مقتنع وقرر ينهي الشراكه اللي ما بينهم، وقرر ينزل مصر فجاه ويسترد كل فلوسه، ورجع على مصر فجاه. لكن قذافي ما كانش غبي، ده كان عارف ان لحظه الحساب قربت. وبالفعل المهندس رضا وصل على مصر واتفاجئ بقذافي بيستقبله في المطار بابتسامه عريضه وحضن طويل جدا وكأن مفيش اي حاجه حصلت خالص. وبمنتهى الهدوء قال له رضا: ايه رايك يا هندسه لما اعزمك على اكله كشري من بتاعه زمان؟ تعالى نطلع على شقتك اللي انا اشتريتها في بولاق الدكرور نتغدى الكشري ونخلص حساباتنا دي مع بعض. ورضا علشان كان واثق في صديق عمره ثقه عمياء وافق، وبالفعل طلع معاه على شقه بولاق الدكرور وجابوا الكشري وابتدوا ياكلوا. لكن رضا ما كانش يعرف ان ده اخر اكل هيدخل جسمه. بعد شويه رضا ابتدى يحس بمغص بيقطع بطنه وما كانش قادر يتنفس، وبص لقذافي
علشان يلحقه، لكن قذافي بدل ما ينقذه ضربه على دماغه بحديده كان مجهزها وكسر جمجمته تماما علشان ما يبقاش قدام منه اي فرصه للنجاه. تخيل بقى المشهد ده كده، رضا المهندس الشاطر اللي بيعرف يخطط للمشاريع واللي متغرب بقاله سنين وتعامل مع جنسيات مختلفه وعقول مختلفه، اللي عنده اكيد خبره في التعامل مع البشر ويقدر يفهمهم، ازاي الراجل ده اتخدع؟ هنا بنصطدم بحاجه بيسموها علماء النفس التحيز للتطبيع. يعني ايه؟ يعني مخنا متبرمج على انه يفسر اي حاجه مش مفهومه على انها طبيعيه وعاديه ومفيش منها خوف. زي ايه مثلا؟ عارف لما تكون نايم وتسمع صوت خبط غريب في الشقه، ساعتها بتقول ده اكيد الصوت ده جاي من عند الجيران، ما بتتوقعش ابدا ان احتمال يكون في حرامي في الشقه، وده لان عقلك اصلا رافض ان انت تحس بالخوف. رضا شاف قذافي بيضحك وبيتعامل معاه كويس وعزمه على الاكله اللي بيحبها، فمخ رضا خد الاشارات الايجابيه دي وتجاهل تماما اي اشارات بتبين ان في احتمال للخطر. حتى لما رضا حس بوجع في بطنه كان بيبص له يستنجد بيه. اول احتمال جه في عقله ان هو تعب من الاكل، مش ان صاحب عمره بيسمه. ولاننا احيانا بنختار نصدق ان حياتنا طبيعيه ونتجاهل الخطر مع اننا شايفينه قدامنا، وكمان بنحاول نلاقي له تفسير يطمنا، قذافي بقى كان بيستغل المنطق اللي جوه دماغنا ده علشان يوقع ضحاياه. ولان عقلنا بيكره الشك في اللي نعرفهم واللي بنحبهم، فبيسيب اشارات الخطر تمر من قدام عينينا من غير ما ننتبه لها. بعد ما رضا فارق الحياه، قذافي ما ضيعش وقت، ده كان مجهز حفره عمقها مترين تحت سيراميك الشقه اللي هو عايش فيها، اصلها كانت دور ارضي، ونزل فيها جثه صاحب عمره وردم عليها ورجع السيراميك والبلاط مكانه كأن مفيش اي حاجه حصلت. وقذافي طبعا ما كانش هيفوت ان اهل رضا هيدوروا عليه، فاستخدم موبايل رضا وبعت رساله لاهله وقال فيها انا اتقبض عليا في مظاهره بالغلط ومش عارف انا فين ولا هخرج امتى. رساله واحده بس منعتهم يبلغوا البوليس او حتى يدوروا عليه، لانهم صدقوا ببساطه ان دي حاجه طبيعيه ممكن تحصل لحد نزل مصر في وقت كان فيه مشاكل. فاكرين بقى زوجته الاولى فاطمه زكريا؟ حياه قذافي كانت وصلت معاها لطريق مسدود، وده لما فاطمه بدات تشك في تصرفاته بعد ما اكتشفت ان معاه بطايق شخصيه مزوره وباسماء كتير، وفي مصادر تانية قالت انها حاولت تسرقه علشان تامن نفسها قبل ما يسيبها ويتجوز عليها. وساعتها قذافي قرر انه لازم يتخلص منها، وفي لحظه غدر مسك دماغها وفضل يرزعها في الحيطه لحد ما كسر جمجمتها تماما، وده كان في شقتهم اللي كانوا عايشين فيها في الهرم. وعشان يداري عملته وينقلها من شقتها في الهرم للشقه الثانيه في بولاق الدكرور، قطع جثتها وحطها في ديب فريزر ونقلها لنفس الشقه اللي اندفن فيها المهندس رضا. وبعدين راح لاهلها وقال لهم بنتكم سرقتني وطفشت. وبعد يومين وزي ما عمل مع اهل الباشمهندس رضا، استخدم تليفونها وبعت رساله لاهلها قال لهم فيها انها طفشت ومش عايزه تشوف حد منهم ولا عايزه حد يدور عليها ومش هترجع تاني. لكن ابوها الحاج زكريا عمل تتبع للتليفون، والتتبع كشف ان الرسائل بتتبعت من مكان قريب منهم، فاهلها قلقوا وراحوا شقتها يدوروا عليها، ما لقوش الديب فريزر، فشكوا في قذافي انه يكون عمل فيها حاجه واتهموه رسميا بانه قتل بنتهم، فاستدعوه في القسم. وقبل ما يدخل القسم كان معاه شنطه يد صغيره كده سابها مع حماه ابو فاطمه، واللي فتحها ولقى فيها باسبور وبطاقه المهندس رضا وموبايل عليه بلاوي، وده على حد قول الحاج زكريا. وهنا بنشوف لقطه اقرب وصف ليها في علم النفس، هي لحظه الانكشاف. الاشخاص المتلاعبين اللي زي قذافي بيعيشوا وهم مقتنعين ان هم اذكى من كل اللي حواليهم وانهم مسيطرين على كل التفاصيل، لكن بيغفلوا دايما عن عامل المفاجاه. لما كذبه واحده بتتكشف، العقل البشري بيبتدي يربط باقي الاحداث ببعضها بسرعه رهيبه، وابو فاطمه في اللحظه دي عقله بدا يربط خيوط اختفاء بنته بوجود اغراض شخص غريب مع جوز بنته. وقذافي بقى في اللحظه دي ما كانش يعرف انه سلم سلاح ادانته لعدوه، وده بقى نوع من انواع الغطرسه اللي بتصيب العقليات دي، لان قذافي بعد ما قتل ودمر حياه ناس كتير وخرج منها بذكاء وما تمسكش عليه حاجه، بدا يجيله احساس انه اذكى من القانون واذكى من الناس. واخطر لحظه في حياه اي مجرم مش لحظه القتل، هي لحظه ما بيصدق ان هو فوق الشكوك. وقتها قذافي ما كانش عنده اي خيار تاني غير الهروب، بس قذافي مش الشخص اللي يهرب ويختفي فجاه، ده قرر يعمل اكبر خدعه في تاريخ حياته. في سنه 2017 قرر قذافي يبيع كل الممتلكات اللي كان شاريها باسم رضا بموجب التوكيل العام اللي معاه، وشقه بولاق الدكرور وضبها واجرها بالجثث اللي فيها، وبعدين ساب القاهره وطلع على اسكندريه، بس المره دي مش باسم قذافي، لا ده بهويه المهندس رضا. تخيل حجم الغطرسه، باسم الضحيه اللي هو قتلها ودفنها بايديه. وصل قذافي اسكندريه وهو معاه الفلوس اللي باع بيها ممتلكات المهندس رضا الله يرحمه، ابتدى حياه جديده وفتح محل اجهزه كهربائيه، وهناك اتعرف على ضحيته الجديده اللي كان اسمها ياسمين. ياسمين كانت بنت بسيطه، وقذافي كعادته رسم عليها دور الحبيب لحد ما لقى الوقت المناسب علشان يضرب ضربته. قعد معاها وقال لها وهو بيمثل عليها: ياسمين انت اكيد محوشه لك قرشين للزمن، انا بقى عايز اغير لك حياتك، ايه رايك تجيبهم لي اشغلهم لك؟ ياسمين بكل براءه ردت عليه وقالت له: وانا هلاقي امن منك؟ وراحت مدياله كل الفلوس اللي حيلتها، واللي كان وقتها 45,000 جنيه. وياسمين ما كانتش تعرف انها بتسلم فلوسها لقتال قتله. وهنا لازم نقف ونسال نفسنا سؤال: ليه كل ضحايا قذافي كانوا بيقعوا في نفس الفخ؟ السر في حاجه اسمها الثقه المكتسبه. قذافي ما كانش بيدخل لضحاياه على انه شخص غريب، ده كان بيدخل على انه مستشار، حبيب، صديق، وبيمارس على ضحيته لعبه يخلي الضحيه نفسها هي اللي تطلب منه المساعده او هي اللي تعرض عليه الفلوس. علم النفس بيقول اننا لما بنحس ان احنا اللي اخترنا الشخص ده عشان يساعدنا،
ويتجاهل كل اشارات الخطر. وقذافي بقى كان خبير في انه يلبس قناع الشخص الطيب الامين عشان يضمن ان الضحيه هي اللي تفتح له الباب بنفسها. لكن بعد شويه ياسمين ما طلتش منه الابيض ولا الاسود، وابتدت تقلق على فلوسها. قذافي لا اتجوزها ولا ادالها اي ارباح، فابتدت تطالبه بحقها. ساعتها قذافي كان قدام خيار واحد، اما يرجع لها فلوسها ويخسر هيبته، او ينهي المشكله بالطريقه اللي اتعود عليها. فوقتها قال لياسمين تعالي قابليني في المخزن وخدي بفلوسك بضاعه. وكرر نفس السيناريو اللي عمله مع المهندس رضا بالظبط، قتلها ودفنها في المخزن. وهنا لازم نقف عند لحظه التكرار الاجرامي. قذافي كرر نفس اللي عمله مع المهندس رضا مع ياسمين، وعد ياسمين بوعود كبيره وبعدين طلب منها فلوس، ولما هي طلبت بحقها انهى حياتها. طب ليه قذافي ما غيرش طريقته؟ ليه ما ابتكرش طريقه تانية او حتى كان رجع لها فلوس؟ وهو كان يقدر على كده. بالمناسبه ده الموضوع كله كان 45000 جنيه وهو معاه فلوس كتير، او حتى كان وفى بوعده معاها وادالها اجهزه مقابل حقها. لكن هنا بنصطدم بحاجه بيسموها علماء النفس النمط السلوكي المتكرر. هو خلاص برمج دماغه على ان القتل هو الحل العملي لكل مشكله بتقابله، وبالنسبه له ياسمين كانت مجرد مشكله، وبقتلها المشكله دي اتحلت. وبعد كده قذافي كمل حياته في اسكندريه، وده من غير ما يبان عليه انه قتال قتله. وبعدين وقع قذافي على ضحيته الجديده اللي كانت دكتوره صيدلانيه اسمها نهى، وكانت من عيله غنيه جدا. والغريب برضو ان نهى رغم تعليمها ومكانتها الاجتماعيه وقعت في نفس الفخ اللي وقع فيه كل اللي قبلها. وبالفعل قذافي اتجوزها ومثل عليها دور الزوج المخلص، بس الجوازه دي ما كانتش حياه، دي كانت عمليه سطو مؤجله. قذافي ما كانش بيدور على الاستقرار، ده كان بيدور على غنيمه. وبعد كده انفصلوا، لكن قذافي ما طلعش من الموضوع ايد ورا وايد قدام، لا ده اقتحم بيت نهى وسرق تحويشه عمرهم من ذهب وفلوس كانوا محوشينها. بس المفاجاه ان كاميرات المراقبه صورته وهو خارج من بيتهم شايل في ايده شنطه فيها المسروقات، بس كان لابس نقاب علشان يداري وشه. لكن البوليس طبعا وزع نشر على كل محلات الجوارجيه في اسكندريه فيها مواصفات الذهب المسروق. وبعد ما قذافي حس ان شخصيه المهندس رضا بقت كارت محروق في اسكندريه، قرر يغير جلده وانتحل شخصيه واحد اسمه محمد مصطفى، وكأن الشخصيات دي مجرد هدوم بيبدلها كل ما تتبهدل. وبعد كده راح اتقدم لبنت تانية اسمها مي ورسم عليها دور رجل الاعمال المتدين. لكن قبل الفرح باسبوع قذافي كرر نفس السيناريو. مي خرجت هي واهلها كلهم من البيت، وما كانش حد يعرف ان كلهم بره البيت غير قذافي اللي استغل الفرصه واقتحم البيت وسرقه. وكان من ضمن المسروقات 2 كيلو ذهب بحالهم. وقتها مي بدات تشك فيه وواجهته واتهمته بالسرقه، لانه هو الوحيد اللي كان عارف ان مفيش حد في البيت في الوقت ده. بس الغطرسه بقى خلته يقاوح، والمفاجاه ان اهلها كمان ساعدوه، لانهم رفضوا يصدقوا ان عريس بنتهم الملاك الطيب المتدين ده يكون حرامي. وبالفعل اتجوزوا، وعلى مدار 9 شهور كاملين قذافي كان عايش دور رجل الاعمال محمد مصطفى المتدين المحترم، وبدا يبيع في الذهب اللي سرقه واحده واحده، ياخد حاجات بسيطه كده يبيعها. ولما حس ان الموضوع عدى بسلام وغبار السرقه هدي، قال لنفسه هو انا هفضل ابيع الذهب حاجه بحاجه ليه؟ ما الدنيا ماشيه اهي وزي الفل. وراح اخد الشنطه اللي فيها باقي الذهب كله وراح على محل مجوهرات كبير في اسكندريه. بمجرد ما الجواهرجي شاف الذهب عرف ان الذهب ده هو اللي متبلغ بسرقته واللي جات له بيه نشره من الشرطه. فبكل هدوء استدرك قذافي وبلغ الشرطه اللي كانت محاصره المكان في لحظات. واخيرا وقع قذافي، بس الشرطه لما قبضت عليه اكتشفوا ان معاه بطاقه باسم المهندس رضا. ووقتها فهموا ان رضا ده هو الشخص الحقيقي، وانه كان منتحل شخصيه حد تاني اسمه محمد مصطفى. وهنا بقى بدات الخيوط تتشابك، لما اهل المهندس رضا اللي بقالهم سنين بيدوروا عليه جالهم خبر ان ابنهم مقبوض عليه في اسكندريه وانه حرامي، فراحوا اسكندريه علشان يشوفوه. وقتها اتصدموا، ده قذافي. وهنا بقى البوليس اكتشف ان الشخص اللي قدامهم ده هو اللي الحاج زكريا بيتهمه بقتل بنته فاطمه. وبمجرد ما الحاج زكريا والد فاطمه واهل المهندس رضا واجهوه في الاسم بانه قذافي، اتفتحت عليه ابواب الجحيم. البوليس بقى بدأ يربط الخيوط اللي ما كانش ليها تفسير، واولها قضيه اختفاء نادين اللي كانت متعلقه بقالها سنين. فاكرين نادين اللي اخدها المنتج السوري عشان تشتغل في الاردن لمده 3 سنين من غير ما تنزل مصر؟ اهي نادين دي من يوم ما اختفت كلمت اهلها كم مره من برايفت نمبر، لكن فجاه الاتصال ما بينهم اتقطع، لا مكالمات ولا رسائل ولا حس ولا خبر. لما قذافي بقى اتحاصر وبدا يعترف للبوليس، ارشد البوليس على مكان جثه نادين اللي كانت مدفونه في نفس الشقه اللي مدفون فيها المهندس رضا وفاطمه زكريا مراته الاولانيه. وهنا انكشفت الخدعه اللي بتخلي العقل يقف. قذافي اعترف ان نادين اتقتلت من اول لحظه، وان مسرحيه السفر للاردن كانت مجرد غطا لجريمته. المحكمه وقتها قررت تعرضه على مستشفى الامراض العقليه علشان تشوف هو مجنون ولا لا، بس التقرير طلع انه سليم وعاقل وعارف هو بيعمل ايه كويس قوي، واتحكم عليه بالاعدام. هنا بقى لازم نقف قدام شخصيه قذافي، احنا مش قدام مجرم عادي. قذافي كان عنده قدره مرعبه على تفكيك هويته واعاده تركيبها، بس الاخطر من كده كان الغرور اللي بيكبر جواه بعد كل جريمه بيعدي منها وما بتنكشفش. كان احساسه وقتها بيزيد انه فوق القانون، وانه
واذكى من الناس دي كلها، وان مستحيل حد يوقعه. كان شايف حياته اهم من حياه اي حد، وان اي شخص يقف في طريقه او يهدد صورته لازم يختفي. وكان بيشوف ضحاياه مجرد ادوات بيستخدمها، مش بشر ليهم حق في الحياه. طب ازاي واحد زي ده قدر يخدع الكل طول السنين دي؟ قذافي كان عنده ذكاء اجتماعي عالي، بس مش علشان يفهم الناس ويتعامل معاهم بشكل افضل، لا ده كان بيوظف الذكاء الاجتماعي ده في التلاعب بيهم. كان بيعرف يقرا اللي قدامه كويس، ويعرف يحدد ايه اللي ناقصه في حياته ويقدمه له على طبق من ذهب. يعني كان بيعرف يلبس الوش اللي انت محتاجه. لو انت مرتاح للمتدينين يجي لك ماسك سبحه، ولو انت مرتاح لرجال الاعمال الناجحين يجي لك ببدله وكرافات. الذكاء الاجتماعي هدفه انه يخلي التعامل ما بيننا وما بين بعض اسهل والطف. اما استغلال الذكاء الاجتماعي ده في التلاعب بالناس فده مصيبه. الذكاء الاجتماعي بيحترم حدودك، اما التلاعب فبيحاول يكسرها. ودلوقتي هقول لك، لو لقيت حد بيحاول يعزلك عن اهلك او يخليك تعتمد عليه في كل كبيره وصغيره، او بيفضل محسسك انك مدين له بفضل كبير، لازم تاخد بالك. واوعى تثق في الانطباع الاول، لاننا مبرمجين نفسيا ان احنا نميل للشخص اللي شبهنا او اللي بيحسسنا بارتياح. وقذافي بقى كان بيستخدم ده بالظبط. كان يبان انه انسان طبيعي ومتدين وشهم، ولاننا بنكره نظلم حد وشه سمح بنعمي عينينا عن اي علامه بتقول لنا ان الشخص ده خطر. ولو هنختصر كل ده هقول لك ان الشخص اللي بيحاول يرضيك بزياده من اول يوم لازم تاخد بالك منه. في نهايه الحلقه في سؤال مهم لازم نساله، لكن مش عن قذافي ولكن عننا احنا ليه بنحب نصدق الكذبه؟ وليه لما بنشوف علامه خطر في حد بنحبه بنختار ان احنا نعمي عينينا عنها؟ قذافي كان مجرد مرايه كشفت لنا ان احيانا اكبر عدو لينا مش هو الشخص اللي بيخدعنا، لا ده رغبتنا في اننا نلاقي حد يحل كل مشاكلنا ويطمنا او يحقق لنا احلامنا. المره اللي جايه قبل ما تامن لحد في حياتك عايزك تسال نفسك سؤال: انا مامن له علشان هو فعلا امين، ولا علشان انا محتاج امن له عشان اريح ضميري من مسؤوليه قراراتي؟ لانك لو معرفتش الفرق هتفضل طول عمرك ضحيه مستنيه الدور بتاعها في مسرحيه حد تاني. قول لي في التعليقات ايه الموقف اللي حسيت فيه ان حد بيخدعك او يمارس العيبه النفسيه عليك، بس انت اكتشفته قبل ما تقع في الفخ. وخد بالك قذافي عايش جوه كل شخص بيستغل احتياجاتك علشان يسيطر عليك، وفي كل طريق مختصر بيعرضه عليك حد من غير ما يكون المقابل واضح ومقنع. فالمره الجايه لما تحس ان في حد مثالي بزياده اسال نفسك هو محتاج ايه مني، لان الرد على السؤال ده هو اول خطوه بتحميك. في انسايد ذا مايند مش بنحكي جرايم وحوادث، احنا بنستخدم الجرايم والحوادث دي علشان نفكك الدوائر اللي بتخلي العقل البشري يغلط. فلو عايز تفهم نفسك اكتر وتشوف الدنيا من جوه دماغ اللي حواليك ما تفوتش ولا حلقه. اشوفكم في التحليل اللي جاي.